واش صافا، مرحبا بكم في ديفلوب الدارجه. اغلبيه فيكم كيكون خدام كيسكرولي في اي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا حتى كيبانوا ليه بحال هاد التصاور هادو. اول فكره كتحلي في بالو هو كيفاش بنادم وصل لهاد الفورما هادي. اول حاجه كيديرها كيمشي كيدخل شي لاصال كيتسجل وكيضرب شهر اولا شهرين وكيرجع للبلاصه فين كان وكيولي ديموتيفي. في هاد الفيديو غادي نوريك كيفاش تطلع فورما اللي هي مثاليه وتبقى ديما موتيفي على لاصال. كيف العاده ما تنساش تجيب شي قهوه ولا اتاي حيت هاد الفيديو غيختصر عليك بزاف د الحوايج وليتس جو. اول حاجه خاصك تعرف باللي هاد المجال ديال الفيتنس راه كيخلي لك الجسم ديالك يبان في احسن صوره ويبان بشكل اللي هو متناسق ومتكامل. كاين بزاف ديال الشباب اللي كيترينيو الفوق وكيخليو رجلين، ولكن هذا غلط كبير. فانت كراجل خاصك تعطي الحق لكل عضله. اول حاجه اللي هو البلان ديال الموتيفاسيون. باش تقدر تبقى ديما موتيفي على لاصال خاصك تحط قدامك واحد الهدف اللي هو طبعا تكون عندك فورمه. نزيدك واحد اللعيبه اللي بزاف ديال الشباب ما كيردوش ليها البال. شوف، خاصك غير ضرب 3 موا اولا 5 موا في لاصال، هكا غيبان لك النتائج في البادي ديالك وهادشي غيساعدك باش تبقى ديما موتيف. ودابا ارى لي الجوار ديال هادشي كامل اللي هي التغذيه. شوف، ما يمكنش تطلع فورما الا ما كنتيش كتاكل ماكله صحيه، هذه حاجه باينه. يعني ما يمكنش تكون كتريني وكتاكل ماكله غير صحيه بحال داكشي ديال الفاست فود. فاذا شدينا الفاست فود وشدينا الجسم فغنلقاو باللي فاست فود فيه بزاف ديال لي كالوريز والدهون، وبالتالي هادشي الا كليتيه غادي يزيد لك في الوزن ديالك. يعني شنو خاصك دير انت؟ خاصك دير واحد نظام غذائي اللي هو صحي وطبيعي ومتكامل كيناسب الجسم ديالك. باش نفهمك مزيان وما تلفش، فاذا شدينا الفورمه غنعطيوها 3 ديال الحوايج اللي هما رئيسيين. الاولى اللي هي التغذيه الصحيه، الثانيه اللي هي تمارين المقاومه، والثالثه اللي هي النوم الكافي. ودابا راه دوينا على التغذيه الصحيه، راه لينا ندوزو لتمارين المقاومه. فاذا شدينا الجسم فغنلقاو كيتقسم لبزاف ديال العضلات اللي منهم عضلات الصدر، عضلة الكتف، عضلة البايسبس والترايسبس، وعضلة البطن وعضلة الارجل. فانت شنو خاصك دير؟ غتشد كل عضلة وتشوف شحال كتقسم. نعطيك مثال، فعضلة الصدر كتكون من الجزء العلوي اللي هو الانكليني، ومن افضل التمارين ديالو اللي تقدر تخدمهم هو الانكلاين بانش بريس. تقدر تخدمها بالدامبل اولا برا. الجزء الاوسط اللي هو الميدل تشيست، ومن افضل التمارين اللي تقدر تخدمهم اللي هو الدامبل بانش بريس اولا البانش بريس، واللي كنخدمهم انا شخصيا. بالنسبه للجزء السفلي اللي هو اللور تشيست، ومن افضل التمارين ديالو اللي هما تشيست ديبس اولا كابل كروس اوفر. وما تنساش تدخل معاهم البوش اب واللي غيساعدك بضخ الدم في العضلات. وبالنسبه للاوزان خدم بالاوزان اللي غتناسبك واللي تقدر تخدم بهم بطريقه اللي هي صحيحه، وهكا غتخدم مع العضلات كاملين. عاد زيد عليها راه كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي كيشرحوا كل عضله والتمارين ديالها. ندوزو دابا للحاجه الثالثه واللي هي النوم الكافي. راه النعاس حاجه مهمه بزاف حيت بيه تقدر تبني عضلات اللي نقيه. يعني الجسم ديالك محتاج الراحه وانت خاصك توفر ليه هذه الراحه بالنعاس بكري. وما تنساش واحد الحاجه واللي هي تسجل في شي لاصال يكون قريب ليك، هكا غتحيد دوك الاعذار ديال ما فيه اللي يمشي حيت بعيده عليا لاصال. وانت غتكون فهمتي البلان مزيان. اللي عليك هو تطبق وتحط الهدف قدامك وتخدم عليه. ها هو هادشي بين يديك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. راك تما.